نحييكم مشاهدي متابعي العراقية الرياضية وحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي بعيون الرياضية. حلقة هذا اليوم سنتابع من خلالها عمل ونشاطات المدرسة التخصصية للملاكمة في الناصرية. هذه المدرسة التي تبذل جهد بشكل استثنائي وذاتيا أيضا، تمويلها وإمكانياتها الفنية والتدريبية أغلبها ذاتية، تستقطب العديد من الراغبين على التعلم والتمرس في فنون لعبة الملاكمة ومن مختلف الأعمار. تابعونا خلال الدقائق القادمة من الحلقة. اهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا متابعي العراقية الرياضية، وحوارنا القادم راح يكون مع الكابتن صلاح هادي المدرب والمسؤول عن هذه المدرسة التخصصية. اهلا وسهلا بك استاذ صلاح. اهلا وسهلا بك استاذ صلاح. انا قلت المدرب والمسؤول عن المدرسة، يا التي نقدم المسؤول عن المدرسة ولا المدرب؟ كيفك باللي يعجبك. باللي يعجب حضرتك، باللي تشوفه اكثر اهمية. انا اللي اشوف اكثر اهمية هو مسؤوليتك عن مدرسة بهذا الحجم وهذا المستوى، رغم امكانياتها المحدودة لكن هي تقدم اشياء كبيرة. خلي نعرف المشاهدين بطبيعة تكوين ونشأة هذه المدرسة. نشكر حضرتك ونشكر قناة الرياضية العراقية على هذا اللقاء. نعم. طبعا تأسست سنة مدرسة ذي قار التخصصية سنة 2015. نعم. مشروع رياضي هذا يعني بجهودنا وبتعاون مع الاتحاد الفرعي أسسنا هذا المشروع لاحتضان المواهب الرياضية بلعبة الملاكمة. نعم. بعد أن يعني شفنا تدني بمستوى لعبة رياضة الملاكمة في السنوات السابقة. نعم. بالنسبة لمحافظة ذي قار، بالنسبة لمحافظة ذي قار يعني تراجعت. يعني لأن هي هاي يعني لتطوير لعبة رياضة الملاكمة في محافظة ذي قار. نعم. هي المدرسة طيب. يعني تأسست على هذا. نعم. عذرا انا قاطعك بس حتى نخلي المشاهد يفهم. نعم. المدرسة تأسست 2015 يعني عمرها الآن 16 سنة. طبعا. دخلنا على السنة السادسة. نفس موجوداتها لو صار بها تطور؟ لا طبعا اكو، يعني هو انت تدري تمويلنا ذاتي احنا. نعم. يعني من حسابنا الخاص وتعاون مع بعض اولياء الامور، ويعني وفرت لنا الساحة مديرية الشباب والرياضة. نعم. وبجهود الأستاذ مهند السهلاني. نعم. ورئيس الأولمبية. نعم. أيضا انطانا القارة. لا مو أنا أحكي لك على المكان أهم شيء. أنا أعرف أنه حضرتك تعاون رئيس اللجنة الأولمبية. عذرا بالمقاطعة. احنا بلقاءات سابقة على لفترات قصيرة خلال تقارير أنا أحس أنه حضرتك بقلبك أشياء كثيرة تحكيها وتوصلها. اليوم إن شاء الله راح كل اللي بقلبك تقوله. فالموجودات مال المكان هي نفسها من 2015 لحد لا احنا طورنا، يعني احنا مثل يعني اكو حلبة لو نفس الحلبة؟ لا الحلبة من مديرية الشباب والرياضة قلت لك انطونا اياها. نعم. هي يعني من جبناها يعني سووا هو المدير مال الشباب والرياضة يعني قدم لنا هاي الحلبة، هو تسهيلات من عنده. نعم. والساحة، ورئيس اللجنه الاولمبيه الاستاذ قادر شمخي والاستاذ مصطفى علي شناوه. نعم. وفر لنا القاعه. نعم. يعني هم الناس يعني شافوا شغلنا وهم كرياضيين يعني ويحملون المسؤوليه، قدروا عملنا وساعدونا بهاي بالحلبة وبالساحة وبالمكان يعني. طيب ذكرت حضرتك انه بالتعاون مع الاتحاد الفرعي. طبعا. الاتحاد الفرعي شنو دوره؟ يعني رئيس الاتحاد الفرعي الرجال متواجد ويانا بكل نشاط، بكل نعم. وحدات تدريبية، دعم معنوي بقدم، لأن تدري الاتحاد الفرعي يعني الماديات قليل تجي من امكانياته محدودة. محدودة. هو نعم. رجال يقدم يعني قدر المستطاع، يجي يشجع اللاعبين، يتواجد هنا بالنشاطات، يتابع اللاعبين. نعم. يعني مرات ويانا الوحدات التدريبيه يتكلم مع اللاعبين، يعني كدعم للاعب. نعم. على معنوي. نعم. وتربوي ايضا. طبعا. وخبرته رجل ايضا. يعني احنا مركزيه، لان احنا المدرسه السنه اللي سبقت هاي السنه. نعم.
احتمدوا مدرستنا لأن كثرة إنجازاتها احتمدوها الاتحاد العراقي للملاكمة. نعم. برئاسة الأستاذ علي التكليف. راح نتحدث على إنجازات المدرسة بعد ما نعرف بشكل كامل عن المدرسة. الآن عرفنا بدايتها، بداية تكوينها. كيفية استقطابكم للمتدربين؟ يعني المتدربين كلهم براعم صغار لو أكو عندكم لاعبين؟ احنا تدري بدينا يعني بالمواهب الرياضية يعني بالأعمار الصغيرة، فئة نعم. البراعم والأشبال. نعم. لأن هاي هم القاعدة الأساسية للعبة. طيب شلون تستقطبوهم؟ نستقطب عن طريق يعني فتح دورات لتعليم رياضة الملاكمة، واحنا من ضمن الدورات مثل يجينا 100 متدرب نطلع لنا فد 5 عينات هم مواهب رياضية. نعم. ذولا راح ناخذهم يعني اساسيين بالمدرسه ذي قاره التخصصيه. والاخرين ما تحجبوهم يظلون يستمرون؟ لا الاخرين طبعا نخليهم تعليم رياضه الملاكمه اللي يتطور يعني ندخله اساسي. يعني اضافه الى هدفكم الاساسي هو تطوير اللعبه في المحافظه مثل ما ذكرت، هو ايضا انه ينشغلون الشباب البراعم يعني احنا يعني مو ضروري الكل يكون محترف. لا مو ضروري استاذ احمد. احنا حملنا ما يعني يستقر بس على جانب الرياضي وتعليم لعبة الملاكمة، لا نأكد هم على الجانب التربوي والجانب التهذيبي. نعم. يعني نعلمهم النظام تفيده طوال حياته، على الأخلاق، شلون لعبة الملاكمة مو الاعتداء بالشارع، لعبة الملاكمة رياضة كالرياضيات يعني كرة السلة والقدم مثل باقي الألعاب. مثل رياضة هي. نعم. كابتن صلاح، سألتك عن الاستقطاب، يعني وانا أعد للحلقة مع حضرتك الكثير يسألني من الزملاء من الأصدقاء أنه وين موقع المدرسة، شلون نسجل بها، فبالتالي شلون يعرفون هاي التفاصيل؟ أنتم شلون طبعا تنشرون نفسكم؟ احنا نستقبل تدري الأعمار الصغيرة من مواليد 2004 إلى 2012. نعم. هذول يعني هم هذول القاعدة الأساسية للعبة، ناشئين وأشبال وبراعم. يعني عالين عن نفسكم؟ اي عالين عن طريق صفحتي، يعني ما عندنا غير اعلان. نعم. يعني احنا مكان المدرسه قرب جسر القيثاره. نعم. مقر المنتدى النسوي واللجنه الاولمبيه. نعم. قرب جمعيه الكوثر، يعني نعم. مكان معروف. طيب. طيب هسه خلينا نجي لعملكم بشكل تفصيلي، العمل الفني. حضرتك مدرب ومسؤول عن المدرسه. وعندك مساعدين؟ اي طبعا عندي مساعد. نعم. هاي فقط الكادر التدريبي يقتصر على حضرتك وكم مساعد؟ يعني عندي مساعدين. نعم. يكفي العدد؟ اي يعني احنا يعني شلون يعني صرنا عندنا خبره بهذا المجال، يعني بمجال التدريب، يعني انسجام متفاهمين بيناتكم. يعني طيب اكثر فتره مر بها العدد عندكم خلال 6 سنوات، اكبر عدد شهدته المدرسه؟ اكبر عدد يعني احنا كل سنه تزايد الاعداد. نعم. لان مثل ما تقول يعني السمعه طيبه للمدرسه، واحنا نعلم مو بس ملاكمه، نعلم اللاعب، يعني اي لاعب يجي عنده طاقه يعني يجيب الموهبه يجيبونه. نعم. فهنا ننظمه ضمن قانون. نعم. نعلمه عن النظام وعلى الاخلاق وعلى رياضه الملاكمه، راح هو يتغير يعني نشوف تغير. اي حتى اولياء الامور يجون يقول تغير، يعني احنا صرت انا مؤثر بالنسبه للاعبين. نعم. اللاعبين انا مؤثر لهم، يعني حتى من يعني انا من اطلع بالشارع ويشوفوني هم يستحون شلون. نعم. قبل المعلم القديم. نعم. ممتاز. الحمد لله ممتاز. طيب خلينا نجي للتجهيزات. اليوم نشوفهم لابسين كلهم تقريبا زي واحد. احمر واسود. طبعا. هذا يعني اولياء الامور يجهزون اولادهم؟ طبعا احنا نجيب الذني، نتعامل انه محل يعني. نعم. ببغداد هو اختصاص يعني هاي التراكات مال الملاكمه. نعم. لان تدري ما بها ارقام، مو مال كره قدم لو كره سله، مال الملاكمه. نعم. ونجيبها من هناك. يعني احنا اكو لاعب ما عنده استطاعه، احنا من عندنا نعطي، واكو عالم لا اكو اولياء الامور يدفعون يشترون تراك سود، بس احنا اكو بيهم لاعبين احنا نعطيهم. طيب اولياء الامور تقتصر يعني مساعدتهم او خلينا نقول دعمهم للمدرسه فقط بهذه الاشياء اللي انتم تطلبوها، لو اكو مبالغ تدفع رمزيه على سبيل المساعده والدعم شهريا؟ لو ما انتم ما تطلبون لا احنا ما هو عمل تطوعي، يعني احنا نعم. حتى شغلنا عمل تطوعي. فبعض اولياء الامور يعني الناس الطيبه يجي يدفع له مبلغ بسيط، مثل على مود يجيب شيف يجيب فتشي، يعني احنا تدري على حسابي انا، حتى من حسابي الخاص انا نعم. جاي امول هاي المدرسه، يعني نعم. ماكو بس واحد جاي يمولنا
ويعني احنا بهذا ان عتب، نعم، عتب طويل يعني لازم حتى ما يكفي على هذا. لا راح نسمع عتبك وين من الوجه بعد ما ناخذ فاصل ومن ثم ماشي نعود. ماشي. فاصل قصير ومن ثم نواصل. نعود بعد الفاصل لاستكمال حوارنا مع الكابتن صلاح. اهلا وسهلا من جديد كابتن صلاح. اهلا وسهلا بك. يمكن راح نوصل للمرحله اللي انت تريدها بالحوار، هي مرحله العتب والوضع اللي تعيشونه. يعني اكو هواي اشياء او متطلبات. نقدر قبل المتطلبات تعرفنا وتعرف المشاهدين بالانجازات حتى نشوف الانجازات ويسمعون المشاهدين هل تتلائم الانجازات اللي تحققوها مع الامكانيات. خلينا نتعرف اول مره على الانجازات. طبعا احنا من بدايه تاسيس المدرسه شاركنا نظم الاتحاد الفرعي بطوله محافظه للفئات العمريه. اخذوا لاعبينا المركز الاول المدرسه. نعم. وراها بدات الانجازات قبل سنتين شاركنا بطوله المدارس التخصصيه ببغداد. نعم. لاعبينا خذينا المركز الثاني فرقيا، ولاعبينا خذوا الميداليات الذهبيه. نعم. بالناشئين والاشبال. طيب. بعدها شاركنا بطوله انديه العراق للاشبال. احرزنا ايضا المركز الثاني. تشاركون بصفتكم شنو؟ بصفتنا احنا الرافد للانديه. نعم. نلعب احنا كمدرسه نلعب الجميع انديه المحافظه. نعم. طبعا انديه المحافظه تدعم اللاعب. احنا لعبنا بطوله الاشبال النادي ذي قار. وحصلنا على المركز الثاني فرقيا على انديه العراق. طيب. ولاعبينا حصلوا على الميداليه الذهبيه. طيب. وشاركنا ببطوله ناشئين العراق. انا شاركت ب3 لاعبين، جبنا 3 ميداليات النادي الفجر. نعم. لعبت النادي الفجر. وايضا بطوله المتقدمين، يعني ظلينا اخر بطوله شاركتوا بها اعتقد بالبصره. بطوله المتقدمين شاركت بلاعبين يعني. نعم. وصعدوا للدور الثمانيه، وانا انسحبت من البطوله يعني على اجراءات. نعم. تحكيميه شويه ظالمه. نعم. على احد لاعبين. دائما يصير عصبي بالبطولات اي طبعا. هو العصبيه هي حبنا للعبه يعني. نعم. يعني جهودنا، واحنا مدربين نتعب ومدربين منتجين احنا. نعم. اللاعب احنا نسقل موهبته واحنا نتعب عليه واحنا نسير عليه. نعم. فيحز بنفسنا من ينظلم بالتحكيم. العصبيه مطلوبه بريك لو المفروض. لا طبعا هي بس مرات المشاعر ما نقدر نسيطر عليها. تدري بيها من ينظلم لاعب يعني ما نسيطر على مشاعره يعني. وهي العصبيه احنا ما نحببها حتى للاعب ما. طيب خلينا ندخل بجانب العتب مالك توصله. اي طبعا بس مو بعصبيه. لا بدون عصبيه. نعم. يعني هاي المدرسه هي مشروع رياضي كبير يعني جدا كبير بالنسبه لمحافظه ذي قار. اولا عتبنا على محافظه ذي قار، على الحكومه المحليه وعلى المحافظه وعلى المسؤولين عن الشان الرياضي. يعني هاي مدرسه يشيد لها كل ابناء محافظه ذي قار. هي تسقل المواهب الرياضيه بهذه اللعبه برياضه الملاكمه، تحقق انجازات. يعني الالعاب الفرديه من الالعاب المظلومه بالمحافظه، ولعبه الملاكمه حصلت على انجازات كبيره بهاي اللعبه. هاي المدرسه يعني وهي الرافد اللي يصب للانديه بالمحافظه وحتى للمنتخبات الوطنيه. فالمفروض من المحافظه اولا نحتب عليهم يدعمون هاي اللعبه، هاي الرياضه يدعمون هاي المدرسه. هاي المدرسه هي تحتاج هؤلاء البراعم يحتاجوا، والاشبال والناشئين يحتاجون لرعايه واهتمام من قبل المسؤولين عن الشان الرياضي، وهذا واجبهم يعني. لان تطوير الرياضه ما يصير الا بالدعم. وعتبنا الثاني على وزاره الشباب والرياضه. وزاره الشباب والرياضه يعني احنا المفروض وزاره تحتضن هيك مواهب. انا اناشد الوزير من كان جاسم محمد جعفر واجا الوراء عبطان وهسه عدنان درجار، ناشد دائما على هاي المدرسه يحتضنونها ويعتمدونها مدرسه تخصصيه تابعه للوزاره. لان هاي المدرسه هي الرافد اللي يصب للانديه والمنتخبات الوطنيه، وهي تطور لعبه الملاكمه وتخدم رياضه الملاكمه العراقيه على مستوى العراق. كابتن صلاح، انت تناشد من وزير الى وزير يعني غير الوزراء، ومناشدتك ما حد استجاب لها. طيب وانت حضرتك سويت هواي تقارير. نعم. بهذا وكنا نوصل اللي احنا دورنا كاعلام نطرح الموضوع على المعنيين. الاستجابه هاي بقت يمهم المعنيين. الان من فتره افتتاحها 6 سنوات مضت مثل ما عرضت مع حضرتك، المحافظه ما قدمت اي شيء
لا يعني غياب تام للمحافظه، غياب تام للدعم نعم للمدرسه. هذا واقع يعني. والوزاره على تغير الوزاره ابد ماكو كل دعم لهاي المدرسه. نعم. يعني احنا هذا الواقع نحكي ومراره نحكي مع الاسف. نعم. لان احنا جاي نشوف تقصير بعملهم من ضمن هذا الدعم لهاي المدرسه يعني. طيب قياسا بالمدارس الاخرى، هناك مدارس اخرى مشابهه لهذه المدرسه بالمحافظات؟ اي طبعا اكو. احنا من قلت لك نافسنا المدارس التخصصيه وخذينا ثاني فرقي على العراق. لا اسمعني بس هاي نعم المدارس الباقيه اللي لعبنا وياها احنا مدعومه من قبل ومعتمده من قبل الوزاره. وانا تعرف الفوارق بالامكانيات طبعا دولاك متوفر لهم كل شيء يعني. نعم. مدارس تخصصيه مال بغداد، مال البصره، مال العماره، هاي معتمده من قبل الوزاره. نعم. احنا مدرستنا ما دعمتها الوزاره ولا ونافست واخذت انجازات. المفروض طيب. الوزاره تعتمد هاي المدرسه، لان هاي مدرسه مو وهميه. نعم. هاي مدرسه قائمه ودائما متواصله على من 2015 الكوادر موجوده. طيب والاعداد اللاعبين تتكاثر. نعم. طيب كابتن صلاح، المدرسه مثل اللي احنا موجودين بها الان اللي حضرتك مسؤول عنها طبعا بها حلبه واحده فقط. اي طبعا. يعني المفروض اكثر من حلبه؟ وحلبه انتهت يعني. حلبه انتهت. هسه نرجع للحلبه بس جاوبني على سؤالي. شوف بدت العصبيه ايضا. لا مو شويه مراره احنا نحكي. المفروض اكثر من حلبه؟ المفروض حلبتين يعني بتقديرك المفروض ايش قد؟ يعني المفروض حلبتين صغار يعني. الملاكم لازم يلعب بالتمرين على حلبه صغيره. نعم. اصغر من الحلبه هاي مال النزالات. طيب يعني على مود حلبة التدريب يسمونها. الحلبة الموجودة الآن راح تكون واضحة بالصورة. الأرضية مالتها نظامية الآن؟ يعني أشوف بعض الأفرشة حاليا مو نظامية. ليش؟ لأن تهالكت بسبب الشمس والأمطار. نعم. يعني تدري صار لنا 4 سنوات الناشد ونريد سقيفة بس للحلبة. نعم. سقيفة على مود تحميها من الشمس. نعم. هاي سقيفة يعني ناشدنا المحافظ رئيس مجلس المحافظة من كان يعني الناس الشرفاء نقول لهم حلبة اريد تحتاج الى سقيفه. نعم. لان مثل ما تدري هذا المطر والشمس ياثر على فراش الحلبة. يعني استاذ صلاح 3 سنوات ناشد على سقيفه الحلبة. اي والله ماكو شيء. اذا تجي الحلبة يراد لك 30 سنه يجوز يعني ما ادري. هم لا اجت ب 30 سنه. نعم. حتى ب 30 سنه ما تجي. نعم. طيب وانا نتحدث اشوف انا خلفك شبكه للطائره، لكره الطائره، هذه شنو علاقتها هاي احنا قبل النزال طائره وسله يعني يلعبون ترفيه شويه للاعبين، وايضا تفيده باحماء اللاعب. تدري هاي كره السله والطائره شويه يعني تزيد. هم هسه بدايه النمو. نعم. راح يطول اللاعب ويصير جسمه قوي. احنا نريد لاعبنا خشين، نريد لاعبنا يعني شويه يعني طويل. جزء من التمرين. ولو كلهم صاروا هسه. نعم. اكو بعض اللاعبين ابوه قصير بس هو من ظل يلعب هنا وش اسمه يعني صار الحمد لله والشكر. نعم. يعني بنيته صارت قوية وهو شو اسمه. عندنا لاعبين احنا من كانوا براعم يعني. نعم. عندنا مثل هواي لاعبين هسه ابطال العراق. هم صاروا ابطال العراق. هم كانوا من براعم هسه وصلوا ناشئين وراح يشاركون ببطولة الاشبال. هم من اشبال عندنا. نعم. يصعد نفس اللاعب من اشبال، يصعد اشبال ويصعد ناشئين وبعدين يصعد على الشباب لحد ما نوصل للمتقدمين. يعني يبقون ذولا لاعبين. طيب خلينا ناخذ فاصل ومن ثم نكمل حديثنا مع حضرتك. الحديث اليوم ريح قلبك مثل ما كنت تطمح خلال الفتره السابقه. اي والله الحمد لله. اذا فاصل ومن ثم نتواصل. نعود من جديد مشاهدينا الكرام. كابتن صلاح باخر دقائق مع حضرتك، ذكرت مشاركاتكم. اذا الدعم اللي تحدثت عنه معدوم تماما فبالتالي مشاركاتكم يحتاج سفر ونقل. طبعا احنا انا اخذهم على حسابي بالبطوله. نعم. الصراحه انا تدري احنا ايضا انا ذي تكلفت من قبل الاتحاد العراقي شاركت ببطوله العرب. نعم. لان مدرب منتخب وطني سحبني الاتحاد. يعني واحنا مشكورين الاتحاد ايضا يقدرون يعني بهذا الشيء. واحنا نتمنى اكثر دعم لهاي المدرسه. الاتحاد يعني هم يعني موقفهم ايجابي مع. نعم. ما جاوبت على تنقلات اللاعبين كلها ايفاد السفر عليه. نعم. قبل ايام كان ان حلقه ايضا مع المدرسه التخصصيه لكره الطاوله المنضده. وسمعت يوم امس
من البلديه، فنتمنى ايضا التفاته من دائره البلديه او من اي دائره اخرى من المحافظه للمدرسه التخصصيه اللي مسؤولين عنها حضراتكم. اثنين، احنا جاي نصور وقلقين من انه يصير الليل، بس بالتالي حتى الاناره تكون قليله. نعم تفضل. اقول لك يعني انا قبل يعني السنه القادمه يعني تقديرا جهودي بال 2020 تقديرا جهودي من قبل الاتحاد كلفني بتدريب المنتخب الوطني على مود الانجازات، يعني استحقاقي لان مخذ الثاني فرقيا، وهاي كلفني بتدريب المنتخب الوطني وتمثيله ببطوله العرب. وشاركت ببطوله العرب وجاب المنتخب العراقي 6 أوسمة، 2 فضيه و2 ذهبيه و2 برونزيه، وانا تكرمت احسن مدرب متميز البطوله العربيه. يعني وهذا كله يعني نتيجة يعني احنا اجتهادنا وعملنا. ما اعرف اذا شيء اخر تريد تضيفه واحنا باخر الدقائق الاخيره من اللقاء مع حضرتك. طبعا احنا ما يعني تعبنا من المناشدات. نعم. بس يعني نتامل بالناس الشرفاء ان تدعم هاي المدرسه. نعم. من خلال الوزاره، الاستاذ عدنان درجال، واحنا ايضا نضم صوتنا صوت حضرتك، سواء الناس الشرفاء على مستوى يعني الرياضيين. نعم. الدعم يجيكم على مستوى الحكومه المحليه طبعا، او على مستوى الحكومه المركزيه ممثله بوزاره الشباب والرياضه، فاين كانت جهتين تدعم حضراتكم وانتم تستحقون. يعني هاي المدرسه هي ترفع اسم ذي قار بالبطولات بالتأكيد. العراقيه وحتى بالتأكيد. على الدوليه. يعني هذا لاعب من يروح يمثل ذي قار ويمثل العراق، يعني يروح يعني هذا فشي عظيم، يعني بالنسبه المفروض يندعم هذا اللاعب. نعم. ويهتمون به. نعم. لان اللاعبين دول لهم مستقبل. ان شاء الله القادم يكون افضل ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن. اتمنى هذا. شكرا. اشكرك حبيبي. ممنون. حواراتنا القادمة راح تكون مع عدد من أولياء الأمور اللي متواجدين داخل المدرسة التخصصية، ونعرف من خلالهم الأسباب اللي دفعتهم إلى زج أولادهم داخل هذه المدرسة. بداية نرحب بالضيف، تعرف حضرتك؟ علاء هلال. نعم. ولي أمر أحد المتدربين في المدرسة. أستاذ علي، أراد الصوت أعلى والمايك يكون قريب. نعم، حتى يكون صوتك واضح. يمكن عرفت، احنا نريد نعرف من حضراتكم عفوا الأسباب اللي دفعتكم لأن تزجون بأبنائكم بهذه المدرسة التخصصية. والله وجدتها فرصة لهذه المدرسة لأنه يعني يشغل الفراغ ويبتعد عن الشارع. نعم. وعن عن يعني الألعاب الإلكترونية المؤذية. نعم. فوجدت بالكابتن صلاح يعني رعاية فعلية أبوية. نعم. ورعاية تدريب وتوجيه يعني. نعم. يعني نعم. كل النواحي. عذرا، شلون اكتشفت انه موجوده هيك مدرسه وبالتالي تاكدت من عندها ومنه شنو موجود بداخلها، شنو نوع التدريبات اللي تنطيها او التعليمات التربويه اللي يوجهونها، شلون تاكدت من هذا كله؟ يومي اجيب ابني واشوف كابتن صلاح توجيهه وتدريبه واسلوبه. نعم. يعني خبرته بالحياه جاي يضيفها يعكسها على المتدربين. نعم. نعم. والتدريب بصوره صحيحه يعني ومجهود فردي يعني. نعم. احنا نطلب فرصه حتى نطلب الدعم. نعم. للمدرسه ماكو دعم يعني. الجهات المعنيه المفروض توفر بالمحافظه او بوزاره الشباب والرياضه او اللجنه الاولمبيه، سواء الجهات الحكوميه او الجهات يعني المعنيه بالشان الرياضي انه تدعم هذه المدرسه. مدارس يعني قليله ماكو بالناصريه. نعم. يعني محدوده. هاي فرصه يعني هاي الفئات العمريه ما تحصل هيك فرصه. طيب ابن حضرتك ايش قد عمره؟ عمره 11 سنه. 11 سنه يعني بالخامس ابتدائي تقريبا. لا بالسادس. بالسادس تقريبا. نعم. طيب هو من يرجع من التمرين ينقل لك تجربته، تحس انه هو فرحان بهذه التجربه؟ يتدرب هناك، يعيد التمارين. نعم. ومتاثر بالكابتن يعني توجيهاته، يعني كانه ولي امر يعني قدوه له. نعم. ايش قد صار لابنك بالمدرسه؟ والله صار له تقريبا 4 اشهر 3 اشهر. 4 اشهر، فتره طويله. يعني مو طويله بالنسبه للتدريب. لا بالنسبه للطفل يعني يتقبل بشكل سريع. صحيح. فجاي تشوفه تعلم على فنون اللعبه. تعلم ولياقه تصير عنده بدنيه وتصير عنده يعني تصرفاته كلها تختلف. نعم. شكرا جزيلا. متواصلين بحواراتنا مع أولياء أمور المتدربين ونلتقي بالأستاذ
ليث محمد كاظم، والد احد اللاواعيب الموجودين. ليث محمد كاظم. ليث محمد كاظم، اهلا وسهلا بك. الله سؤال سالناه لكل اولياء الامور حتى نعرف كل اجابه كل ولي امر على حده، الاسباب اللي دفعت حضرتك لان الزج بابنك ضمن هذه المدرسه. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء نقدم الشكر والتقدير لكم كقناه العراقيه وللكادر وللقناه طبعا، لانه اكثر من مره جاي تغطون النشاط هاي المدرسه. والشكر موصول لاداره المدرسه وعلى رئيسها كابتن صلاح، هذا الرجل اللي رغم وضعه الصحي ورغم امكانياته المحدوده حريص كل الحرص ان يكون تربوي، وهو هذا اجابه سؤالك، تربوي قبل ان يكون تدريبي. فالرجل جاي يقدم ويحاول انه ينهض بالرياضه هاي على عموم المحافظه ان شاء الله. تحدثت عن الامكانيات المحدوده للمدرسه، شنو سبب امكانيات محدوده للمدرسه؟ وهذا السؤال مو ملزم بالاجابه عن ذلك. لا بالعكس، نعم. بالتاكيد قله الدعم، بالتاكيد قله الدعم من الجهات المعنيه القائمين على الرياضة سواء بالمحافظة أو على مستوى العراق. نعم. فنتمنى منعتهم ونطلب منعتهم أن يلتفتون لهالشباب هاي. نعم. وشو يقدرون يقدمون؟ طبعا بالبداية أفضل شيء يقدمونه هو أن تكون هناك مدرسة تخصصية شبيهة باللي موجودة بالمحافظات القريبة اللي هي نعم. محافظة واسط ومحافظة البصرة. طيب أستاذ، عذرا المقاطعة. نعم. حضرتك كولي أمر شلون لمست أنه أكو إمكانيات محدودة للمدرسة؟ يعني وين حسيت هذا الإجابة ببساطة؟ نعم. الكابتن صلاح يعني المصاريف اللي من تجهيزات من كذا هو الرجل يقوم بها بمعونة طبعا من عندنا. نعم. حقيقة. نعم. طيب نرجع لسؤالنا الأول الأساسي، كان هو سبب اللي خلى حضرتك الزج بابنك ضمن المدرسة التخصصية. طبعا أهم سبب أنا ذكرته اللي هو الجانب التربوي. نعم. وإضافة إلى أنه الرجل هو له سمعة وباع يعني طويل بهاي الرياضة. نعم. فنتمنى على أولادنا أنه يحذون حذوه يعني. نعم. طيب أيضا تأثير المدرسة أو مزاولة ابنك لهذا النشاط على كل سلوكه. الرجل كابتن صلاح يقول المدرسة ثم المدرسة أولا ثم الرياضة، فإحنا أوقات الفراغ بالعطل نجي نجيب أولادنا للمدرسة. نعم. هسه احنا مو أوقات فراغ، أوقات دوام، ولو نعم. دوام محدود والكتروني. نعم. موفقين. نعم. كابتن. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم. نعود بعد الفاصل لاستكمال حواراتنا مع عدد من اولياء امور المتدربين. نرحب بالاستاذ، تعرف بحضرتك؟ ابراهيم الصالحي. اهلا استاذ ابراهيم. ابن حضرتك احد المتدربين بالمدرسه. نعرف الاسباب اللي دفعت حضرتك لان تكون مقتنع بان الزج بابنك ضمن هذه المدرسه. بالبدايه بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بحضرتكم كاعلاميين لزيارتنا لمحافظتنا الناصريه المظلومه رياضيا مو بس رياضيا، كل الامور الاجتماعيه، بس احنا نجي الفرع الرياضه. زين بالبدايه احنا الشيء الوحيد المتنفس الوحيد لابنائنا هو الرياضه عندنا، لان ما عندنا لا منتجع سياحي ولا عندنا حدائق عامه، لا عندنا يعني الناصريه مثوره من هاي الحاله. نعم. فنلتجئ للرياضه، لان الرياضه هي المتنفس الوحيد لابنائنا. فالحمد لله والشكر من جبناهم هنا النادي قاعد نشوف تطور وتغير بحاله اولادنا. زين من الناحيه الثقافيه، من الناحيه يعني العلميه، من ناحيه الاحترام، التقدير، يعني قاعد ينشأ الطفل يعني براعم ينشؤون نشأة صحيحه وبصوره صحيحه للمستقبل اذا صار شاب. نعم. بعيد عن كل الامور السوء بحياتهم. نعم. يعني ملاذ امن لقيتوا المدرسه ان شاء الله. هي المدرسه هنا بقياده الكابتن صلاح يعني شفناها المتنفس الوحيد لابنائنا والملاذ الامن مثل ما تفضلت زين بكل الامور. طيب يعني طيب استاذ عذرا المقاطعه، هاي الجوانب اللي حكيت عنها الجوانب النفسيه وجوانب ملء الفراغ والاطمئنان، الجانب الرياضي اللي ذكرته بدايه حضرتك، جاي تحس انه ابنك جاي يتطور رياضيا باتجاه طبعا قاعد يتطور بكل الامور. نعم. حتى بالدراسه قاعد يتطور. نعم. يعني من جبته هنا زين ومارس اللعبه بصوره صحيحه من خلال الكابتن يعطي زين دورات تثقيفيه. نعم. زين توصيات نعم. بكل الامور، فلاحظت تطور وحتى بالدراسه زاد وعيه. نعم. وقاعد يدرس بصوره صحيحه. يعني مو الرياضه على حساب المدرسه. لا بالعكس. نعم. يعني هاي الرياضه اعطيتها الدافع، قلت له ابني اذا نجحت يعني انت تستمر. نعم. اشوف ان ابني يعني قاعد ومكان ما كان التليفون عارف التليفون. نعم. قال بابا هات التليفون عفوا ما دنانه
اذا انا السنه بالثاني انجح انا. نعم. يعني شوف فرق عن قبل. نعم. طيب هو عندك اولاد اخرين مشتركين له فقط؟ لا لا ابن انا واحد. عندي ولد اخوي 2. نعم. وابني انا. نعم. ولد اختي 3 هنا، انا اللي مسؤول قاعد اجيبهم. نعم، يعني انت ولد مسؤول عن الثاني 4 متدربين. حوالي 7 متدربين. نعم. عندكم ملاكم بالعائله خلاكم لا تدربون 4 هم متدربين؟ لا انا بالنسبه لي سابقا بال 82 نعم. كنت مصارع. نعم. زين. ها. انا والحمد لله واشكر هم التاريخ اللي بالمصارعه. نعم، انت والحمد لله. رياضي سابقا. الحمد لله، وهي عائلتنا كلها رياضيه. نعم، ما شاء الله. وعندنا هسه فريق كره قدم هم فريق الهلال معروف نعم، بالمحافظه. موفقين والحمد لله. شكرا استاذ. اهلا وسهلا، شرفنا بكم. لقاء اخر مع احد اولياء المتدربين، تعرف بحضرتك استاذ؟ كريم عبد الرحيم. نعم، اهلا وسهلا. والد المتدرب احمد. اهلا استاذ كريم. حياك. سالنا ولي امر قبل حضرتك عن سبب زج ابنه بالمدرسه وانطانا الاسباب، خلينا نعرف اسباب اللي دفعت والله حضرتك. الاسباب هاي رياضه جميله. نعم. ينمو هذا الطفل وهو صغير، ينمو يصير بطل من ابطال البلد. هاي رياضه يعني صح، رياضه هي جسمانيه بس لكن الاطفال يستفادون من عندها. نعم. يستفادون اول مره يصيرون من هسه لا يتدرب هاي المراحل راح يكبر يصير بطل. نعم. من الابطال. بس لكن هم نريد الدعم لهم، مثلا الدعم، التجهيز، يعني دعم بسيط هو الملاكمه. نعم. تجهيز جديد، جفوف جديده، ملابس رياضيه بسيطه يعني مو غاليه ولا يعني، بس هاي المدرسه المفروض يعتنون بيها شويه. طيب ابن حضرتك ايش قد عمره؟ عمره 11 سنه. 11 سنه ايضا. نعم. تجهيزات اللعبه لها تجهيزات خاصه يعني. نعم. الملابس الرياضيه. نعم. اشياء اخرى. نعم. هاي كلها توفروها انتم احنا كاولياء والله امور؟ اولياء امور نوفرها. نعم. واحنا النقل انا اجيبه واخذه يوميا يعني. نعم. على مود يتدرب يعني. نعم. طيب. اريده شويه يصير عنده يعني حس رياضي. نعم. ويستفاد منه ويشوف الاخرين هم يستفاد منه. نعم. لان الرياضه هي يعني فتشي للاطفال موهبه تنمو ويا لما يكبر. طيب تلمس تغير عند ابنك صار بعد طبعا الانخراط ضمن طبعا اشوفه ملتزم، يخابرني قبل الوقت بساعه. نعم. يقول لي يلا ما راح يصير التمرين. نعم. يعني قبل الوقت فشوفها هوايه عند الطفل وهو طفل من يتمرن بيك. نعم. يعني يتعلم من نص الرياضه. نعم. راح مو مثل الكبير، راح ينمو شويه راح يتقنها، يصير عنده اتقان. يعني انت الابطال ما نموا هم كبار، لا نموا هم صغار. الرياضه اي رياضه فهاي احنا نشجعها. نعم. وهات تشوف احنا يوميا ناخذهم ونجيبهم. زين، هذا برايك ما ينعكس هذا الحماس انه يمارس هذه الرياضه ويا الاصغر منه ويا اخوانه ويا اصدقائه بالمدرسه؟ لا احنا مفهمينه. نعم. قلنا له هاي رياضه للرياضه. نعم. رياضه الفن النبيل. والدفاع عن نفسك. نعم. ان شاء الله ما يحتاج يدافع عن نفسه. 2 هو شاطر بالدراسه. يعني احنا موفقين بين الدراسه. نعم. وبين الرياضه. نعود من جديد مشاهدينا الكرام، حوارنا القادم راح يكون مع احد المدربين المساعدين داخل هذه المدرسه. الكابتن المدرب علي شويد. اهلا كابتن علي. كابتن علي، شنو دورك بالتمارين اللي تتقدم داخل المدرسه؟ دورك التدريبي. دور التدريبي انا مساعد مدرب للكابتن صلاح. نعم. واول ما نجي اوقف الفريق والاعبه، اركضه، وبعدين اجيبه الاعبه شدو والاعبه حبل. نعم. والاعبه سويديه. نعم، يعني هاي التسخين خلينا نقول احماء. هاي احماء للاعبين. نعم. ايه. طيب. هاي احماء للاعبين. طيب. وبعدين نجيبهم يلعبون شدو هو ويلعبون اكو حبل. كابتن عذرا، هو اكو منهاج تدريبي يعني يوميا تمارين تختلف عن اليوم اللي بعدها واليوم اللي قبلها؟ طبعا. نعم. يوم شدو وقوه. نعم. ويعني كل التمارين للاعبين نعطيها. طيب علاقتك شلون هو المتدربين؟ هم اعمار مختلفه. أيه. كل واحد يراد له طريقه تعامل تختلف، صح ولا لا؟ طبعا. نعم. ذولا ولدي. نعم. ذولا ولدي لان انا ما طول ادربهم. انا يعني شلون ابني، هو هذا ابني، وهم عندنا بيهم صغار وكبروا وصاروا شباب ولعبوا. نعم. واحنا ذولا نراعيهم. ليش؟ لان احنا ذولا هم جيل المستقبل. نعم. وامانه ايضا، امانه. ذولا امانه.
نعم. ذولا امانه عندنا وما يعني كل اللاعبين هم سواسيه عندنا. وانا هم اشوفهم قريبين من حضرتك. نعم. خلال زياراتنا للمدرسه اشوف اللاعبين قريبين من نعم حضرتك. قلت لك ولدي هم. نعم. والله مثل ولدي. نعم بالتاكيد. طيب انت يعني مدرب لك خبره ولاعب سابق. نعم. لك باع طويل بهذه الرياضه. نعم. تقدر تكتشف اللاعب من اول يوم او يومين؟ نعم. يمتى يبين عندك انه هذا اللاعب خلي يقول مثل مصطلح رياضي بيه لازمه؟ اول ما يجي اللاعب نختبره وبعدين نجيبه نخليه بالصف ونمشيه ونلاعبه يسار يمين. نعم. اطلع من الضربه، يعني هي كل الامور نشوفها من عند اللاعب. نعم. واللاعب هم كلهم ان شاء الله كلهم ابطال. نعم، بس انا ما جاوبنا على سؤالي. تقدر تشوفه اللاعب تعرفه؟ طبعا. متمكن من البدايه؟ طبعا. يعني قد يراد لحتى يبين عندك؟ ثاني يوم اللاعب هو لاعب ومتمكن. نعم. إيه؟ طيب هنا انا اشوف المكان يعني واسع نوعا ما، وبالتالي مجموعه تتمرن بهاي الجهه، مجموعه تتمرن هنا، مجموعه تلعب حبل، وانت على مجموعه، كابتن صلاح على مجموعه. نعم. واكو تواصل بيناتكم طبعا بالمعلومات، بايصال المعلومات. كابتن صلاح للعلم طبعا. نعم. هو الخير والبركه. نعم. اي مال الله. اي نعم. 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 نحكي لك لان الرجل مصاب وجاي يتعب صيف. نعم. وشتاء ويعني كل جهوده ذهبها بهاي المدرسه لاظهار مستقبل ولاعب يرفع راس العراق وراس محافظته. نعم بالتاكيد، البركه كلها بجهودكم. ان شاء الله. طبعا اخيرا انا اثني على دور تقومون به حضرتك انت وكابتن صلاح، غير الجوانب التربويه والرياضيه. اثناء مرورنا على مدى الايام المضت اشوف انه تنتظرون اذا احد المتدربين سياره ما اجته تاخر عليه ولي امره، فتنتظرون الى ان تامنون وصوله البيت، وهذا شيء لطيف جدا ويحسب لكم. والله العظيم فد يوم من الايام احكي لك هاي السالفه، فد يوم من الايام وقفت هنا وصيام يعني برمضان. نعم. برمضان وقفنا هنا حوالي تقريبا انتهى تمريننا بالستة يعني صايم انا نعم. ووقفت وياه تقريبا ل7:30. هذا الان تامن وصول وصول اللاعب الاهلي. نعم. وكل اللاعبين ما نروح اذا ما نامن عليهم. نعم. الاهلهم. نعود من جديد مشاهدينا الكرام ولقاءات مع عدد من المتدربين واللاعبين ايضا داخل هذه المدرسه التخصصيه مع الكابتن. نتعرف بحضرتك؟ الملاكم سيف سرمد. سيف سرمد. إيه؟ اهلا كابتن سيف. ايش قد عمر حضرتك؟ 15 سنه. ايش قد الفتره اللي قضيتها بالمدرسه؟ 3 سنوات. يعني صار لك 3 سنوات من سجلت بالمدرسه؟ اي 3 سنوات. نعم. جيت للمدرسه خام. ايه ما تعرف شيء عن الملاكمه. بشغل كابتن صلاح علمت. نعم. كانت صعبة البدايات، شلون أول ما دخلت للمدرسة شنو كان شعورك؟ عندك قلق بعدين تعودت؟ خلي نعرف شلون. أول شيء جيت بحماس. نعم. بعدين جاء كابتن صلاح علمني على الأدب والهاي والتدريبات، صارت عندي شيء سهلة. نعم. أنت عندك أحد بالبيت ملاكم أو رياضي يعني يلعب كرة قدم، كرة سلة؟ إيه أبوي والد عمامي. نعم. شو يلعبون أي نوع من الألعاب؟ كرة قدم. هو مدرب. نعم. طيب عندك مشاركات خارجية؟ إيه شاركت وحصلت مراكز على بطولة العراق. خلينا نعرف وين شاركت. بطولة العراق بغداد وبالناصرية محافظتي. نعم. خذت حارس مركز أول ثاني وثالث. نعم بالبطولتين، مركز أول بهالبطولة؟ لا مركز ثاني ببغداد. نعم. ثالث هنا. نعم. طيب وراح تستمر بالملاكمة؟ اي عندي بعد بطولة قاعد أحضر لها. نعم. مال ناشئين. ان شاء الله اخذ مركز اول. ان شاء الله، موفق. شكرا جزيلا كابتن. نعود مرة أخرى ومعي متدرب آخر. نتعرف بحضرتك كابتن؟ علي عادل. علي عادل. نعم. أيضا الفترة اللي سجلت بيها من أي فترة أنت بالمدرسة؟ من 2018. نعم. وشاركت ب 2019. نعم. شاركت ببغداد واخذت ثاني مركز على العراق. نعم. مدرسة خاصية. نعم. وإن شاء الله عندي هاي بطولة مع شباب إن شاء الله أجهز لها. نعم. وإن شاء الله أخذ بها الأول. طيب سمعتني أنا أسأل الزملاء أسألهم عن أول يوم إجوا للمدرسة، الأيام الأولى للتسجيل، شنو شعورهم؟ فخلنا نعرف من حضرتك. شعوره يعني أول مرة ارتباك وخوف خاف يجي يعني بوكس وهاي. إيه. فبعدين صير عنده عادي.
شلون يصير عنده عادي الموضوع؟ يتعود يعني بريك يتعود اي بعد لما يستمر بالتمرين ايه ويعني يتعلم بعد عادي يصير عنده. انت مثلا ايش قد ظليت فتره يلا الموضوع صار عندك طبيعي وسهل؟ يعني بالشهر شهرين بعد صار عندي عادي. نعم. والتدريبات عادي عندي صارت. نعم. اي تدريب عندي عادي. نعم. اي واحد ننزل عادي عندي. زين بالتمرين انت من سجلت بعد شهر على وجودك بالمدرسه. نعم. شنو كان عندك اصعب تمرين؟ اول ما يعني الرجل تروح يسرى اول تمرين شلون صعب. اشرح لنا حتى نفهمها شلون؟ اول ما تقدم اول ما تطوب نعم. يعني شلون تضرب يسرى. نعم. تتقدم وياها الرجل. هذا كان صعب شويه بعدين صار عندي عادي. نعم. وشويه التقاليد مال الجوانب والهاي هم صارت عندي عادي ولما صعدت الحلبة. زين انت من كنت تتمرن بالبدايه هم كنت مو اول مره كان عندك قلق شوي وارتباك. نعم. بعدين خلص القلق والارتباك. بعدين انت هم كنت خايف انه خاف تفشل ما تكون ملاكم ما تنجح. نعم. يجوز ما راح اتعلم. نعم هم فيمتى حسيت نفسك انه انت تعلمت وصرت ملاكم متميز؟ بخلال كاس صلاح هو يعني شجعني هو. نعم. قال لي لا تخاف وهو يعني شجعني ووالدي. وانت ايضا بس اسمح لي انت ايضا يمتى عرفت انه انت صرت ملاكم يعني قمت تعرف الحركات اتقنتها؟ من اخذت ثاني على العراق ويعني بحلبة صار عندي عادي حركه وعاديه. نعم. طقات عندي. نعم. ما يعني صارت عندي عادي. نعم. انا قاطعتك وانت ردت تذكر دور والدك. قلت والدي شجعني. والدي نعم. نعم. والدي وكابتن صلاح. والدك ايضا رياضي؟ قبل رياضي. هسه انت بمكانه. هسه انا بمكانه هو اللي شجعني. هو نعم. اللي جابني هاي القاعه. نعم. المدرسه الديقان نظيفه. نعم. وخلال كاس صلاح نعم. يعني ظليت الحمد لله والشكر عادي عندي. موفق. شكرا جزيلا. كابتن اخر تعرف على حضرتك؟ ملاكم مهدي محمد. مهدي محمد، ايش قد الفتره اللي قضيتها بالمدرسه كابتن؟ بديت المدرسه قبل سنتين. نعم. ما عندي معلومه عن الملاكمه. انا سالت الملاكم زميلك اللي قبلك، ردت اعرف شلون يعني اللاعب اول ما يجي يسجل بالايام الاولى ايش يكون قلق، متوتر، عنده ارتباك. فانت وصف لي. اول ما تكون ملاكم عنده ارتباك وخوف يعني. نعم. من ذني الشغلات بعدين يجي شوي شوي. نعم. زين وانت تفكر تسجل بالمدرسه مال الملاكمه، هم كان عندك قلق خاف يجيك بوكس، خاف تتاذى؟ اي كلها. اي واحد يسجل شيء يبدي بدايه. نعم. يعني. نعم. وبعدين يتعلم على الشغلات. يتعلم. نعم. ويشوف انه بالحقيقه من يتعلم الملاكمه المدربين حريصين على انه اللاعب ما يتعرض لمشكله. اي هو حريصين المدربين كل شيء على اللاعبين. لا يتعور لا يصيبه اصابه. لا سامح الله. اي خاف يعني يصيب. طيب انت جاي تستعد لمشاركه؟ مستعدين. لو عندك مشاركه قبل؟ نزالات وديه قبل. نعم. استعداد بطوله العراق للشباب. نعم. موفق ان شاء الله. شكرا كابتن. إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع، نتمنى أن تكون قد راقت لكم. حتى نلتقي وحلقة جديدة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. إلى اللقاء.